كونيتشوا اخوات الاوتاكاوية في اعظم سلسلة لتلخيص فصول ون بيس اللي بحاول فيها على قد ما اقدر احسن لك تجربة مشاهدة فصول ون بيس. فلو انت مهتم يعني عزيزي الاوتاكو ما تنساش كده اللايك بتاعك وتشترك في القناة، ويلا ما نضيعش وقت، اخواتي الاوتاكاوية اجمعوا. بنبتدي الفصل وبنشوف ان بوني وصابو اتقابلوا لان كان عندهم نفس الهدف وهو انقاذ كوما، ودي كانت اخر مهمة من اهداف الجيش الثوري بعد ما دمروا مستودع المؤن الغذائية ودمروا رمز التنانين السماوية. ودلوقتي بعد انقاذ كوما واكبر عدد ممكن من العبيد تكون مهمتهم خلصت ويهربوا بقى بعديها من ارض الماريجو، او ده اللي كنا فاكرينه عزيزي الاوتاكو هو دخول الحمام زي خروجه يا عم صابو. المهم بنشوف ان بوني وثقت في صابو والجيش الثوري عشان ينقذوا والدها كوما، وهي قالت انها ناوية تروح للايج هيد عشان تطلب من فيجا بانك انه يحاول يرجع ابوها لو يعرف. انت صعبان عليا صدقيني يا بوني. وكان في اللحظة دي عزيزي الاوتاكو كان في حراس عمالين يجروا ورا صابو وبوني، بس لسبب ما كان عدد الحراس عمال ينقص وهم مش عارفين ليه، ولكن في اقاويل بينهم وبين بعض ان ده كان بيحصل بسبب حاجة هم شافوها المفروض ما يشوفوهاش في غرفة الاوهام. ودلوقتي خلينا نرجع للحدث الماستر بتاعنا، وهو لما الملك كوبرا طلب يقابل الجروسي، والجروسي دول طبعا عزيزي الاوتاكو ابو الواجب كله راحوا دخلوا كوبرا عندهم وادوله احلى كوبايه شاي وبيسالوه كنت عايز ايه يا عم كوبرا؟ والملك كوبرا بيقول لهم في الحقيقه انا مش عارف ابتدي منين، فخليني كده احكي الحكايه من اولها. وركز بقى معايا عزيزي الاوتاكو علشان الكلام اللي هيطلع من الملك كوبرا دلوقتي الماظ ذهب حرفيا عزيزي الاوتاكو. حكومه العالم اتاسست من 800 سنه عن طريق ال20 ملك اللي سابوا دولتهم اللي كانوا بيحكموها وراحوا عاشوا في الماريجو وتسموا بالتنانين السماويه. حلو الكلام ده عزيزي الاوتاكو؟ حلو الكلام. وال20 بلد اللي بقوا فاضيين دلوقتي محدش بيحكمهم انتخب ليهم ملوك جديدة، وأسماء الملوك والعوائل القديمة اتمسحت من سجلات الوطن الأصلي بتاعهم. حلو الكلام عزيزي الأوتاكو؟ حلو الكلام. ولكن في بلد واحدة من ال20 الملك الأصلي بتاعهم معروف هو مين ومحفوظ من ساعتها، وهي الملكة ليلي ملكة أراباستا. والملكة دي قالت لك بص يا سيدي أنا وشعبي في مملكة أراباستا هنفضل زي ما احنا، بلا تنانين سماوية بلا ماريجو، مش ناقصة وجع دماغ. وبالتالي الملكة ليلي ما بقتش من التنانين السماوية، وبالتالي برضو كده عدد الدول والأسلحة اللي محطوطة حوالين العرش الفارغ العرش الفارغ وينك وينك 19 سلاح بس مش 20. حلو الكلام عزيزي الاتاكو؟ حلو الكلام. لغايه دلوقتي الملك كوبرا حرفيا ما قالش حاجه جديده، وكله كلام احنا عارفينه والجروسي عارفينه ومعروف ومكشوف للتاريخ. حتى هم نفسهم قالوا له يا عم وبعدين عايز ايه ما فهمناش برضه. وهنا بقى نيجي للكلام المهم والبهريز اللي بجد. الملك كوبرا قال لهم انا بحثت في كل كتب التاريخ اللي موجوده حاليا في مملكه أراباستا، واللي نقدر نعرفه منها بس هو التاريخ اللي حصل بعد القرن المفقود. ما احنا عارفين يا عم كوبرا احنا هنموت ونعرف اصلا ايه اللي حصل في القرن المفقود ده. بس مع ذلك برضه اسم الملكه ليلي مش موجود ولا مذكور في اي كتب من كتب التاريخ اللي موجوده في مملكه أراباستا، وده معناه انها اصلا ما رجعتش لأراباستا بعد تاسيس حكومه العالم، واللي تولى الحكم بعدها كان اخوها الصغير. فما تعرفوش حاجه عنها كده جروسي نوكو سبب. راح القديس ساتر ان باصص له كده وقال له هو ده بقى اللي انت جاي تسال عليه؟ يا عم الكلام ده حصل من 800 سنه واكيد مش هيكون عندنا معلومه هي ليه ما رجعتش أراباستا. وينك وينك ما عندناش معلومه. انا حاسس ان كوبرا عايز يقول لهم يعني عبط احنا بقى، يعني فاهمني؟ ده اصل we've seen this movie before. المهم الملك كوبرا حس انهم عمالين يحوروا، فقال لك انا هاجيلهم دغري، وراح رازعهم سؤال من اللي بيودي في داهيه ده عارفينه، وقال لهم ما معنى حرف الدي؟ وعينك ما تشوف الا النور وتلاقي الجروسي وشهم قلب الوان وبيقولوا له اشمعنى بتسال السؤال ده؟ فالملك كوبرا بيجاوب وبيقول لهم علشان في رساله سابتها الملكه ليلي كانت بتتوارثها عائلتنا الملكيه عبر اجيال، ولسه هيكمل كلامه ونلاقي ايمو سما داخله عليهم وبتقعد على عرش الفارغ قدام الملك كوبرا، وحرفيا احنا وشنا بيبقى عامل كده عزيزي الاوتاكو، والملك كوبرا برضه وشه بيقلب كده. حتى الجروسي نفسهم اتفاجئوا وقالوا طب استنى بس يا عم ايمو الملك كوبرا لسه موجود.
الله يرحمك يا عم كوبرا، كنت راجل طيب، كان لازم يعني تسأل السؤال ده. ودلوقتي احنا على بعد لحظات من ان سر من اسرار وان بيس الكبرى تكتشف لنا. هو مش هيتكشف يعني بشكل صريح، ولكن هيتقال عنه معلومات مهمة. فلو ما عملتش لايك لسه اعمل لايك كده وظبطنا عزيزي الاوتاكو. وبتبتدي ايمو سما او بيبتدي ايمو سما ايا كان الكائن ده بيبتدي بيتكلم وبيقول له كوبرا انا عايز اقول لك على حاجتين. والملك كوبرا جات له كده ديجافو وبيقول له اسم ايمو ده مش غريب عليا وحاسس اني سمعته قبل كده، ممكن تكون صدفه، ولكن من المؤسسين ال20 ولسه هيكمل. وراح ايمو قطعه وبيقول له ما تسالش، كده كده مش هجاوبك، بس انا هقول لك على اللي انت جاي عشانه، وهو معنى حرف الدي. ودول اسم اعدائنا في الماضي واللي موجودين دلوقتي بقايا من العائله دي وما يعرفوش اصلا معنى اسمهم ده ايه. ولكن السبب في البهدله والبنجليف اللي ظهر ده والعلماء اللي بيبحثوا فيه كانت الملكه ليلي هي السبب فيه، وان لولاها ما كانش ظهر القراصنه اللي بيدوروا على البنجليف والكنوز، والفوضى اللي موجوده حاليا ما كانتش حصلت. وده يخلينا نسأل سؤال، هو ده كان فعلا خطأ ولا خطة مدروسة؟ وإجابة السؤال ده أكيد موجودة في الرسالة اللي سايباها الملكة ليلي ليك. ولكن ليه يا كوبرا أنت ما قلتش اسمها الحقيقي؟ وهنا كوبرا قالك دي إيما عمالة تتكلم من الصبح على محرمات الواحد أساسا المفروض ما يعرفش عنها حاجة، فأكيد أنا مش هخرج من الأوضة دي على رجلي. وبيسأل كده وهو فاقد الأمل، هو أنا في أي فرصة لنجاتي؟ والجروسي بيقولوا له أنت عبيط يا ابني، أنت مصيرك أصلا اتحدد من أول لما شفت إيمو سما. ويطلع مين اللي كان سامع الليلة دي كلها عزيز الأوتاكو وبيتجسس عليهم؟ صابو واقف وسامع وشايف الكلام ده كله. والملك كوبرا لما ايمو قالت له ويقول اسم ليلي الحقيقي ولسه بيقول نفرتاري دي ليلي، ونلاقي سهم غريب راح طلع من ايمو سما ولونه اسود كده اكنه ظل وراح اخترق الملك كوبرا. يعني في الاخر فيفي والملك كوبرا طلعوا من شله الدي. المهم ان صابو اول لما شاف المنظر ده والملك كوبرا مخترق قدامه مسكتش وراح سجل دخول محترم عليهم بفاكهه الميرا على الجروسي وايمو سما. بس بنلاقي كده منظر غريب وايمو بيقطم او بياكل النار بتاعه صابو. يا جدعان انا مش فاهم ايه الكائن ده بجد. ولكن عزيز الاوتاكو صابو عمل اللي عليه، ولكن ما بيقدرش يهرب مع الملك كوبرا وبيخترق سهم الموت الاخير من ايمو قلبه، وصابو برضه بيتصاب معاه. وبيتنقل المشهد وبنكتشف ان الملك وابول الفيسا ده كان برضه شايفهم وقلب بطه اول لما شاف الكلام ده وفضل يجري زي اللهبل وعايز يهرب وخلاص. وبيقابل الملكه فيفي اللي كانت ممسوكه ساعتها من السايفر بول وبتعرف تهرب معاه. ولكن ايه اللي هيحصل لصابو وازاي هيهرب ومصير فيفي ايه؟ اتاكد انك مشترك في القناه عزيز الاوتاكو عشان تشوف تلخيصاتنا اول باول. سلام.